السلام عليكم، ازيكم في فيديو جديد. والنهارده الفيديو ده مقارنه ما بين موبايلين من اقوى الموبايلات في الفئه بتاعتهم. هم موبايلين من نفس الفئه، من نفس السلسله، وكمان من نفس الشركه، ولكن كل موبايل فيهم ليه شخص معين بيحتاج الموبايل ده. موبايلين من سامسونج بس الفروقات ما بينهم ممكن تغير قرارك كله. والنهارده هنقارن ما بين الجالاكسي A56 والجالاكسي A36 بكل التفاصيل بقى: تصميم، شاشه، صوت، اداء، بطاريه، سعر، كاميرا، كل حاجه هنلخصها وهخليك طالع من الفيديو ده قادر تاخد قرار بكل سهوله. فيلا عشان ما نضيعش وقت الفيديو، يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب، ويا ريت برضه تعمل لايك، ويلا علشان نبدا بالفيديو. بالنسبه للتصميم فالموبايلين جايين بنفس التصميم بالظبط، تقريبا نفس الوزن ونفس الخامات ونفس حجم الموبايل، نفس كل حاجه تقريبا لعند الشكل نفسه، لدرجه ان انت ممكن تاخد وقت كبير علشان تقدر تطلع فرق ما بين الموبايلين. وزن الموبايلين 198 جرام و195 جرام، ولكن في اختلاف وحيد، وهو ان الفريم بتاع موبايل السامسونج اي 56 مصنوع من الالومنيوم، على عكس الفريم بتاع الاي 36 اللي مصنوع من البلاستيك. اما بالنسبه لمقاومه الماء والاتربه فالموبايلين جايين بالاي بي 67، يعني هتقدر تستعمل كل موبايل فيهم تحت الميه لمده نص ساعه. طبعا ما تستعملهمش تحت الميه، هي بس دي معياريه للامان، علشان لو الموبايل جه عليه ميه بالغلط او وقع منك في ميه تقدر تلحقه بسرعه. شايف بقى كل الكلام اللي قلناه عن التصميم تقريبا برضه هنقوله عن الشاشه. عندنا الشاشتين مقاسهم 6.7 انش من نوع سوبر اموليد وبدقه فول اتش دي بلس، وده لوحده يديك الوان ممتاز. وعندنا سطوع عالي 1200 نيتس، واللي مكتوب على الورق ان في البيك برايتنس الاي 56 بيوصل لعند 1900. والموبايلين طبعا جايين بتحديث شاشه 120 هرتز، حتى لو بتتفرج على حاجه او بتتصفح او بتلعب حتى بالموبايل هيكون الموبايل سلس معاك. فاحنا عندنا الشاشتين في الموبايلين دول مفيش اي كلام عليهم، شاشتين بدقه عاليه من نوع سوبر اموليد، وكمان عندنا سطوع عالي هتقدر تستعمله بشكل كويس تحت اشعه الشمس. بالنسبه بقى لجزئيه الصوت كما هو متوقع، الموبايلين ما فيهمش مدخل ال 3.5 مللي، ولكن الاثنين جايين بسماعه ستيريو محترمه جدا. وطبعا انت هتسمع الصوت وهتقدر تحكم بنفسك، ولكن انا هقول لك رايي الاول واللي مش عايزه ياثر على رايك تماما. ولكن الموبايلين مع التجربه جايين بصوت متشابه جدا، مجال صوتي واسع، والصوت كده هتحس ان فيه عمق وفي بيز قوي بيخبط في ودنك، ومش هتحس ان في اي تشويش او اي حاجه هتزعجك في تجربه الصوت، ومش هتلاحظ في اي تشويش او اي حاجه هتزعج تجربتك للصوت. Disappear into the blue. Wrap your fingers around the great escape. نيجي بقى لنظام التشغيل. طبعا الموبايلين جايين بالوان يو اي 7 المبني على اندرويد 15، واللي هي واجهه ممتازه جدا وسلسه، وطبعا اضاف لها فيتشرز كتير في الوان يو اي 7. فواجهه سامسونج دي انا على المستوى الشخصي بصراحه بحبها جدا، فانت مش هتقابل اي مشاكل معاها. وبالنسبه لمده التحديث فالموبايلين هنا بيدعموا 4 سنين تحديثات، وبيزيد عليهم كمان سنتين تحديثات امنيه. اما بقى بالنسبه للمساحات فالموبايلين برضو بيجوا بنفس شكل المساحات: 128 جيجا او 256 جيجا مع 6 او 8 جيجا رام، وعندنا ال 256 جيجا بتوصل لعند 12 جيجا رام كمان. ولكن عندنا بقى تفصيله صغيره: نوع ذاكره في السامسونج اي 56 من نوع اليو اف اس 3.1، اما في الاي 36 من نوع 2.2، واللي هو هيديك سرعه اعلى في السامسونج اي 56. وطبعا الجهازين ما بيشتغلوش باي كارت ميموري او اي مساحه خارجيه، فانت طبعا حاول تجيب مساحه كبيره لو انت عاوز الموبايل يقعد معاك فتره. بالنسبه بقى لجزئيه الاداء، هي الحاجه اللي بدانا نشوف فيهم اختلاف ما بين الموبايلين حاليا، لان عندنا الاي 56 جايب معالج الاكزينوس 1580، اما بالنسبه للاي 36 فهو جايب بمعالج سناب دراجون 6 جين 3. على الرغم ان الاثنين جايين بمعماريه 4 نانومتر، ولكن انت هتلاحظ فرق اداء، وده كمان مثبت بالارقام لصالح السامسونج اي 56 بفرق تقريبا 30 ل 40% على حسب طبعا المهام او الالعاب. ولكن في الحالتين انت هتاخد اداء كويس من الموبايلين، اداء هنقول انه مرضي، هتقدر تلعب بالموبايلين العاب لو انت مثلا جيمر او كده، طبعا خليك في السامسونج اي 56. ولكن لو انت جبت الاي 36 برضو التجربه هتكون قريبه، ولكن ال 56 احسن بفرق مش قليل. ولو هنستعين بالارقام فالسامسونج اي 56 حقق تقريبا فوق ال 900 الف نقطه، اما السامسونج اي 36 حقق 600 الف نقطه، واللي هو فرق كبير، وده طبعا بناء على منصه انتوتو. طب يا عم خلاص، انت خدت قرار بالنسبه للمعالج ايا يكن هو الاي 56 ولا الاي 36. طب انا برضو ما زلت جيمر، عايز موبايل يقعد معايا فتره طويله.
نيجي بقى نتكلم عن البطاريه. احنا عندنا الموبايلين بيجوا ببطاريه 5000 ملي امبير، والاثنين كمان بيدعموا الشحن ال 45 واط، يعني بيتشحنوا تقريبا من 0 ل 100% في ساعه و10 دقائق، يعني بتاع 70 دقيقه. وكده كده انت ما عندكش اي شحن في العين. فبالنسبه للتجربه نفسها لشحن الموبايلين مع البطاريه مع ده كله، مش هقول لك متقاربه، هي متشابهه بالتفصيل، هي نفس التجربه بالظبط. طب يا عم انا مش جيمر، انا راجل مصور عايز موبايل يساعدني في التصوير، يبقى خليك معايا بقى في جزئيه الكاميرا. عندنا الموبايلين تقريبا جايين بنفس الارقام، 50 ميجا بكسل للكاميرا الاساسيه، و5 ميجا بكسل للكاميرا الالترا وايد، وكذلك الكاميرا المايكرو ب 5 ميجا بكسل. عندنا كمان الكاميرا السيلفي في الموبايلين بدقه 13 ميجا بكسل. ايه ده؟ يعني نفس التجربه حتى في الكاميرات؟ انت لو دققت شويه من غير ما ادخلك في التفاصيل بقى ولخبطك، السنسور اللي مصنوع منه الكاميرا بتاعه السامسونج اي 56 احسن من السنسور اللي مصنوع منه كاميرا الاي 36. حجم المستشعر نفسه اكبر في الاي 56 عن الاي 36، وده برضه في الكاميرا الالترا وايد. هتلاحظ برضه ان السنسور بتاع الكاميرا الالترا وايد في الاي 56 اوسع من اللي في الاي 36. وبالنسبه للكاميرا المايكرو فكك منها، ولكن الكاميرا السيلفي زي ما قلنا برضه في اختلاف في السنسور. طب يا عم انا مش عاوز بقى كل الدوشه اللي انت عمال تدوشني بيها دي وسنسورات وارقام والحاجات دي، انا عايز تجربه. تعالى بقى نتفرج على الصور ونحكم بنفسنا، لان من المنطقي بما انك بتقول ان كاميرا الاي 56 احسن يبقى هي ادائها احسن. تعالى بقى نشوف. بالنسبه لكاميرا الاي 56 هي بتطلع صور نوعا ما احسن من الاي 36، ولكن الفرق ده انت مش هتقدر تلاحظه قوي في ضوء النهار. يعني الموبايلين بيقدموا اداء نهاري كويس جدا، ولكن لو عملنا زوم 2 اكس في الاي 56 هتلاقي جوده الصوره افضل بكتير من الاي 36. وبرضه عندنا كاميرا الالترا وايد هتلاقيها افضل في الاي 56 عن الاي 36. ولكن بقى لو عايز تلاحظ الفرق اللي بجد، تعالى للصور الليليه. في الاضاءه المنخفضه الاي 56 بتتعامل احسن مع الظلال والاضاءه، هتلاقي ان الصوره الوانها احسن وافضل بكتير من الاي 36، اللي هتلاحظ شويه ان الالوان بتاعته باهته. وعلى الرغم من اختلاف الميجا بكسلز ما بينهم في الكاميرا الالترا وايد اللي هي 8 للاي 36 و12 للاي 56، ولكن مفيش فرق ملحوظ في التفاصيل. ولكن بالنسبه للدايناميك رينج زي ما قلنا الاي 56 بيتفوق بفرق ملحوظ بصراحه. وكمان عندنا الاي 36 مش هتلاقيه بيطلع لك الالوان الصح بالظبط، بالذات في الاضاءه القليله. وطبعا زي ما قلنا، وعلى الرغم طبعا من وجود مستشعرات مختلفه ما بين الكاميرتين السيلفي، ولكن الاداء بتاعهم تقريبا متطابق بالملي. هتلاقي ان الصوره نفسها السيلفي، ولكن ممكن تلاحظ ملاحظه بسيطه ان السكين تون في كاميرا الاي 56 احسن بفرق كويس من الاي 36، ولكن انت لو عملت كلر كوريكشن كويس هتظبط الدنيا. بالنسبه بقى لجوده الفيديو، طبعا هي بتتعرض قدامك دلوقتي متصوره من الموبايلين بيقدروا يطلعوا فيديوهات 4K بالكاميرتين الاساسيين، وكمان في ظروف الاضاءه الكويسه التفاصيل هتكون واضحه وما عندكش نويز كتير، الالوان كويسه وطبيعيه على الاغلب طول ما الاضاءه عاليه. طب بالنسبه بقى لخلاصه كل الكلام اللي احنا قلناه ده، الموبايلين قريبين قوي من بعض في بعض التفاصيل واغلب التفاصيل. طيب متشابهين من حيث ايه؟ متشابهين في التصميم، متشابهين في الشاشه، متطابقين في الشاشه كمان. عندنا برضو السماعات متطابقه، البطاريه متطابقه، سرعه الشحن متطابقه، وبعض المميزات الاضافيه برضو ال NFC والحاجات اللي هي ايه الاضافات دي التحابيش دي متطابقه ما بين الموبايلين. ولكن بقى لو جينا للشغل التقيل فالاي 56 بيتفوق. الشغل التقيل ده بقى بيبدا بالالعاب، طبعا عندنا تفوق كان ملحوظ للاي 56. وكمان برضو لو جينا لجزئيه الكاميرا فهنلاحظ ان كدايناميك رينج الاي 56 كان بيتفوق، ولكن بالنسبه للتفاصيل والحاجات دي الاي 36 كان قريب منه جدا. فانت لو عاوز صوره تاخدها تنزلها على طول يبقى خليك في الاي 56. عادي عندك انك تاخد الصوره بقى وتعدلها وتظبط وكل الحركات دي يبقى خليك في الاي 36 وتوفر برضو فلوس. وكده كده انت لو اخترت اي خيار من الموبايلين دول انت مش هتندم قوي، لان الفرق ما بينهم او المساحه بتاعه الفرق ما بينهم قلت جدا. على الرغم برضو انك ممكن اصلا تاخد عيوب الاي 36 تحطها ليه في المميزات. ازاي؟ لو انت بتستعمل الموبايل ده في اللعب هيقعد معاك بالبطاريه بتاعته مده اكبر، لان طبعا اداؤه اقل. تجربه المستخدم العادي متطابقه ما بين الموبايلين، لو انت بتستعمل ده وده في الاستعمال اليومي العادي ما بين الموبايلين بالملي شبه بعض. ولكن لو رجعنا للاي 56 هتلاقي بقى اداء اعلى، هتلاقي كاميرا احسن في جميع الاتجاهات ان كان صور او فيديو. الفريم بتاع الموبايل نفسه مصنوع من الالومنيوم واللي هو هيكون امتن ومسكته بريميوم اكتر. بالنسبه بقى لاسعار الموبايلات انا هقولها الاول بالدولار علشان لو حد بيتفرج علينا من بره مصر. عندنا الاي 36 سعره تقريبا $250، اما الاي 56 سعره تقريبا $325. حولهم انت بقى بالعمله بتاعتك واحسبها. اما بالنسبه عندنا هنا في مصر هتلاقي تقريبا فرق السعر ما بينهم بتاع 5000 جنيه. الاي 36 ممكن تلاقيه ب 15 16000، الاي 56 ممكن تلاقيه ب 20 21000، حاجه في الحدود دي على حسب طبعا المشتري وعلى حسب النسخه اللي انت بتجيبها. فمن رايي لو انت مش مستخدم يعني بروفيشنال، ومش قصدي هنا حاجه وحشه، انا قصدي مثلا ان انت مش محتاج التصوير دوت لحاجه بروفيشنال، انت بس عايز صور ليك كده انت ممكن تعدل عليهم او اي حاجه، مش بتستعمل الموبايل كشغل او كده، فانت خليك مثلا بالنسبه لجزئيه الكاميرا في الاي 36. بالنسبه برضو لجزئيه الاداء لو انت مش جيمر او مش بتلعب العاب قويه
قويه مثلا زي بابجي، كول اوف ديوتي، الحاجات التقيله دي، خليك برضو في الاي 36 وهتلاقي نفسك وفرت لك 5000. اما بقى لو انت شخص بتحلب الموبايل بتستعمله استعمال يجيب اجله، فخليك في الاي 56 هتاخد اداء اعلى وطبعا كاميرا احسن. لو لسه مكمل معايا لعند دلوقتي والفيديو عجبك انزل اعمل لايك، ويا ريت برضو لو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب، وقول لي رايك في الفيديو تحت في الكومنتات. ولو محتاجين اي مقارنه ما بين اي موبايل وموبايل تاني عرفوني برضو تحت في الكومنتات. واشكرك انك كملت الفيديو لعند دلوقتي، وبس كده.